السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده ان شاء الله نعمل مع بعض البسبوسة بطريقة تحفة وقمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة بسيطة جدا جدا. لو انت اول مرة تعملي بسبوسة هتنجح معاكي ان شاء الله من اول مرة، بس اعتمدي المقادير دي وجربيها ومشي على الطريقة زي ما هي في الفيديو كده. ان شاء الله بإذن الله مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي، هتنجح معاكي من اول مرة. بس قبل كل حاجة، لو انت اول مرة تشوفيني كده بالله عليكي ما تنسينيش كده بلايك حلو من ايديكي، وكومنت منك حلو كده تشجيعا ليا، وسبسكرايب للقناة. شايفين يا جماعة البسبوسة طريقتها بسيطة جدا جدا. النهاردة هنعمل طريقة بسيطة جدا جدا، مكونات موجودة بسيطة برضو جدا جدا. يعني بصوا مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي، وطعمها ولا أروع. بس بالله عليكم كده يا جماعة، أنا عارفة إن احنا كلنا طبعا بندعي لإخواتنا في فلسطين وفي غزة، فاحنا بس بنذكر بعض. بالله عليكم كثفوا الدعاء على قد ما تقدروا. ربنا معاهم يا رب. يلا بقى كده ندخل على المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا ده نص كيلو من سميد البسبوسة. نص كيلو تمام. سميد البسبوسة سايب يا جماعة، ده سميد سايب، مش من اللي هو في الاكياس اللي بيجي جاهز ده، لا. ده سايب من عند العطار. تمام. ده نص كيلو، عليه نص معلقة من البيكنج باودر ونص كوباية من السكر. بنقلب كده كل المكونات مع بعض. نقلب كده كل المكونات مع بعض كويس. ومعايا هنا دي كوباية كده من السمنة، بنزل كده بيها واقلب كده كويس. هي كوباية الا ربع يا جماعة، عفوا، يعني هي كوباية الا ربع من السمنة. تمام. بقلب كده كل المكونات مع بعضها كده لحد ما المكونات كلها تتجانس كده مع بعضها. اذكروا الله كده. شايفين انا قلبت لحد بصوا كده، يعني اتشربت كل السمنة وبقت بالطريقة دي كده. معايا هنا بقى ايه كوباية من اللبن او الحليب زي ما بتقولوا عليه. بننزل كده، احنا هننزل بالكوباية كلها، بس ايه يعني بنزل بيها نص نص كده. نزلت بنصها وبعدين هنزل بالنص التاني، ونقلب كده. صلوا على الحبيب كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما قلت لكم هي خدت كوبايه اللبن كلها، وطبعا المقدار ده حلو جدا جدا، مناسب جدا، مقادير مظبوطه جدا جدا. جربوها هتعجبكم جدا جدا. احنا مش بنعجن، هي البسبوسه مش بتتعجن، بس بنقلب من فوق لتحت كده علشان يعني كل المكونات تتجانس مع بعض. هنا معايا صينيه صينيه مقاس 24، والصينيه دي مناسبه جدا جدا. طبعا انتوا شفتوا سمك البسبوسه في اول الفيديو، فلو انتوا حابه السمك يكون اعلى من كده ممكن تصغري الصينيه شويه، بس انا شايفه يعني بالنسبه لي ان السمك ده مناسب جدا. طبعا دهناها دهنه كده من السمنه، وحطينا نزلنا بقى كده ايه بالبسبوسه بتاعتنا فيها، ونحاول بقى ايه ان احنا نظبطها كده ونسويها كده، نسوي وشها خالص كده. احنا كده سوينا وشها كده بالشكل ده. بصوا، حابين انا هنا هقطعها قبل ما ادخلها الفرن، حابين تستغنوا عن الخطوة دي، هي ملهاش لازمة غير ان انا بس يعني ايه، بحاول ان انا احافظ على شكل البسبوسة بعد ما تطلع من الفرن، عشان بس يعني ما بهدلش شكلها وانا بقطعها كده، ما تتبهدلش معايا، عشان تكون ايه سهلة في التقطيع. تمام، فاهميني يعني. بعد طبعا ما تستوي، يعني بمشي بس على التقطيعة كده بتكون سهلة معايا وبتقطع بكل سهولة. حابة تستغنى عن الطريقة دي عن الخطوة دي وما تقطعهاش قبل ما تدخل الفرن براحتك. تمام. هنا بقى انا دخلت البسبوسة في فرن على درجة حرارة 220. بس من تحت، بس انا ولعت من تحت الاول. هي البسبوسة يعني تحتاج النار عالية، مش زي الكيكة يا جماعة. تمام. هي خدت معايا بالظبط في الفرن نص ساعة و5 دقايق، 35 دقيقة بالظبط. طبعا هنا هنعمل الشربات.
طبعا معايا كوباية، انت كلنا بنعرف نعمل الشربات يعني، بس هو عشان يكون يعني مظبوط معاك والطعم مش يعني ولا مسكر قوي ولا عادب، كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين وربع من المية. وطبعا الشربات زي ما انتم شايفين كده بيبقى مش خفيف مش تقيل، شربات البسبوسة بيبقى خفيف مش تقيل وبيبقى سخن. يعني البسبوسة طلعت زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل ده، هي سخنة والشربات سخن. ننزل كده وشايفين زي ما انتم شايفين كده هي بتشرب الشربات معانا، ده دليل ان هي ناجحة جدا جدا. هي على فكرة خدت كل مقدار الشربات، ما يعني مظبوط جدا جدا. زي ما قلت لكم مشوا على المقادير دي والله هتعجبكم جدا جدا، وهتعملوا احلى صينية بسبوسة بألف هنا يا رب. شربت كده كل الشربات زي ما انتم شايفينها، او زي ما قلت لكم هي التقطيعة اللي قبل ما تدخل الفرن دي بس، ما يعني مش ملهاش لازمة غير ان هي بس ايه بتساعد معاكي كده بس. تمام. زي ما قلت لكم بندخلها الفرن على درجة حرارة، بص على حسب الفرن بتاعك، يعني ممكن الفرن بتاعك يكون 200 يكون عالي، لكن انا الفرن بتاعي اصلا يعني مش ناره مش عالية قوي من تحت، فانا بخليه على 220. تمام من تحت، ولحد ما احس ان هي خدت لون من تحت كده واستوت، بقى اولع الشوايه بقى من فوق، تاخد اللون الجميل القمر الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. حاجه كده بألف هنا ويا رب على كل اللي هيجربها، حاجه كده قمر. زي ما قلت لكم السمك ده جميل، وهي اصلا كلها جميله وتحفه وقمر، جربوها هتعجبكم جدا جدا. وبالله عليكم ما تنسوش اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، ويكون معاهم كده، اللهم امين يا رب العالمين، ويثبتهم يا رب. بصوا مفرول يعني، مفرولة كده بس طرية وطرية وقمر مش ناشفة. في طبعا بسبوسة بتبقى ناشفة كده، لا دي مش ناشفة، دي طرية جدا جدا، مفرولة من جوه حاجة كده قمر. ورغم ان انا كنت مقطعاها وهي سخنة، يعني انا ما صبرتش عليها على فكرة على ما تبرد، يعني كنت مستعجلة فقطعتها وهي سخنة. شايفين؟ والله جميلة جدا جدا. تنسونيش بقى كده، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك كده من ايديكوا، وسبسكرايب كده للقناة، وكومنت منكم كده تشجيعا منكم ليا يعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال جميع المسلمين، اللهم امين، وينصر يا رب غزة وفلسطين، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.